لو بتدور على موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، موقع يكون فيه مميزات كتير ويقدر يخلص لك شغلك في دقايق أو ثواني معدودة، يبقى الفيديو ده ليك. في فيديو النهاردة جايب لك موقع جميل جدا، يعتبر من أفضل مواقع الذكاء الاصطناعي بعد شات جي بي تي وجيميناي. هتقدر من خلاله تعمل صور، تعمل فيديوهات، تعمل سكريبتات، تعمل صوت. بص، كل حاجة حرفيا تقدر تعملها من خلال الموقع ده. بس قبل ما نروح للشرح ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة كالعادة شرح مواقع الذكاء الاصطناعي. طبعا موقع النهاردة هو موقع عربي AI. أظن موقع عربي AI ده مشهور، يعني في ناس كتير عارفة يعني إيه موقع عربي AI. هسيب لك رابط الموقع في الديسكريبشن، وما تنساش اللايك والاشتراك. ولو عندك أي موقع عايزين نشرحه أو منصة، يا ريت تكتب لنا اسمها في التعليقات وإن شاء الله يتعمل عليها فيديو. طيب، بعد ما بتضغط على الرابط بيفتح معاك بالشكل ده كده. بتيجي عند خانة الملف الشخصي دي كده، وبتضغط عليها كليك شمال، وبتضغط على اشتراك جوجل. انت كده بتعمل تسجيل دخول بالبريد الالكتروني الخاص بيك. تمام، وبتضغط على كونتينيو وبتستنى الموقع يفتح حساب. طيب، ده شكل الموقع بعد ما بتعمل تسجيل دخول بالحساب. طبعا شارح لك كل حاجة وموجود. تقدر تعمل صوت بشري، تكتب سكريبت وتخليه هو اللي يقوله بالذكاء الاصطناعي. طبعا الموقع ده فيه حاجات مجانية زي ما احنا عارفين، وحاجات مدفوعة. طيب، حاجات مجانية وفي حاجات مدفوعة. تقدر تجرب النسخة المجانية أو الحاجات المجانية، لو عجبك بقى تقدر تشترك أو تشتري النسخة البرو. بس صدقني الموقع ده يستاهل كل جنيه هيدفع فيه. طيب، هتيجي تنزل لتحت، متاح مزايا كتيرة جدا، يعني نانو بنانا برو 2 وجميع نسخ النانو بنانا، وموجود عليه حاجات كتيرة جدا تقدر تستخدمها. سواء كنت صانع محتوى أو بتعمل إعلانات، تقدر تعمل إعلانك أو تخلي الموقع يعمل لك إعلانك. طيب، على سبيل المثال لو ضغطت على الصور ومتاح، بص في خانة الصور بس أكتر يمكن من 10 أو 13 نموذج تقدر أو خاصية تقدر تستخدمها. طيب، احنا ولنكن أشهرهم احنا نستخدم النانو بنانا. بتضغط عليها طبعا أول ما بتسجل بيديك 10 نقط على الموقع مجانيا. طيب، دي خانة الإنشاء، وتقدر لو عندك نتائج قبل كده تقدر تخش على النتائج السابقة وبتجيب لك أي صورة عملتها قبل كده. طيب، هنا آه، تقدر دي كده الوصف أو البرومبت الخاص بالصورة المصغرة. تقدر تخلي شات جي بي تي يكتبها لك أو جيميناي زي ما هنشوف دلوقتي. طيب، جبنا البرومبت وهسيب لكم البرومبت ده في الديسكريبشن برضو. وبعد ما بتنسخ البرومبت بتقدر تختار حجم الصورة. طبعا احنا مثلا هنعمل صورة مصغرة، هنخليها 3:2. دي خاصة بفيديو اليوتيوب، وتقدر تختار الدقة الخاصة بيها 1K 2K 4K. ولو حضرتك عندك صورة أو عايز تعدل عليها، تقدر ترفع الصورة من الخانة دي كده وتختار الصورة، وبعد كده تكتب له البرومبت الخاص بيها أو التعديل اللي عايزه يعمله عليها، وبتضغط على إنشاء. طبعا أنا مستهلك أو قبل كده نقاط كتير، وإن شاء الله لو عايزين شرح لطريقة إزاي تشترك أو إزاي تستخدم الموقع أكتر من كده، فهيبقى في شرح. طبعا لو دوست على ترقية دي بيديك العروض الموجودة حاليا. طيب،
لو جيت عند الترقية دي ونزلت لتحت هتلاقي إن الموقع ده معتمد من كذا جهة أو كذا جهات موثوقة المصدر، منهم جوجل وهيئة الأوقاف السعودية. طب والموقع ده تقريبا كده سعودي. طيب دي الخطة اللي تقدر تشتغل بيها طبعا في 270 شهريا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ويا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندك أي سؤال سيبه لنا تحت في التعليقات، والسلام عليكم.